ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عاملين مع بعض شويه سردين مخلل كده، انما ايه عظمه. السردين كتير جدا في السوق، سعر مناسب، تقدري تجيبي الكميه اللي تكفيك انت واسرتك وتعمليه في البيت. وعايزه اقول لك ان هو موفر جدا جدا جدا. نص كيلو، ده نص كيلو، الكميه دي كلها نص كيلو من السردين. هقول لك ازاي تخليه ويطلع معاكي زي الزبده ولونه وردي من جوه وجميل، وفي نفس الوقت ملحه مظبوط ومش ناشف ابدا ابدا. بصوا شكله، بصوا زبده، شايفين اللون عامل ازاي؟ بصوا زبده دايب دوبان وملحه مظبوط جدا. الناس اللي بتحب الحوادق كده زي حالاتي يتفضلوا معايا كده على الفيديو ونشوف عملناه ازاي وطلعناه بالجمال ده ازاي. في 5 ايام بس هيبقى جاهز معاكي. طبعا احنا في الشتاء، لو في الصيف ياخد 3 ايام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا نص كيلو من السردين، واهم حاجه يكون طازه وفريش كده زي ما انتم شايفين عينين مبرقه ازاي، طازه وفريش. هاتي نص، هاتي كيلو، هاتي 2 على حسب هتاكليه لوحدك، عازمه مامتك، زي ما انت حابه بقى. تمام. يلا، اهم حاجه ما بيتغسلش ولا بيطولوا ميه ولا اي حاجه. بضيف عليه معلقه ونص زي ما انتم شايفين من معلقه الطعام. تمام. بنزل عليه كمان بربع معلقه صغيره كده من الشطه الحمراء. تمام. مش هحط له اي حاجه تاني، بديله تقليبه كده زي ما انتم شايفين ان الملح يتوزع عليه بالشطه. بجيب البرطمان بتاعي نضيف ومتعقم وزي الفل، ويكون اهم حاجه ما فيهوش ولا نقطه ميه. بحط كيسه، تقدري تحط في البرطمان على طول، بس انا بفضل ان انا احط كيسه جوه البرطمان عشان اتاكد ان انا منع عنه الهواء. بجيب الكيسه زي ما انتم شايفين وافردها جوه البرطمان وابتدي ارص السردين بتاعي كده زي ما انتم شايفين. اعبي كل الكميه بتاعتي. طبعا البرطمان بياخد النص كيلو. تمام. زي ما قلت لك تقدري تعملي كميه اكبر من كده، مفيش اي مشكله. انا لما ببقى رايحه عند مامتي بعمل كميه اكتر من كده، بس عشان انا لوحدي يعني البنات كمان ملهمش في السردين يعني، فانا بعمله لنفسي. تمام. لازم تجربوه. عبيته طبعا زي ما انتم شايفين لاخر واحده، والملح والشطه الزياده حطيتهم عليه، وضفت عليهم معلقتين 2 بس، معلقتين 2 بس من الزيت، ما تكتريش عن كده. وابتدي الف الكيس، اطلع منه اي هوا واربطه كده زي ما انتم شايفين، وبغطي عليه وبقلبه من وقت للتاني. يعني كل يوم بحطه على جنب، يعني النهارده بحطه مع دول، تاني يوم بقلب البرطمان. تمام. بس اكون متاكده ان البرطمان بتاعي ما نزلش ميه ولا اي حاجه. يوم كده ويوم كده. 5 ايام بس، 5 ايام وافتح عليه. 5 ايام وبنفتح عليه وبيبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى، فتحنا عليه اهو. شايفين اللون بتاعه الاحمر ده؟ طبعا مش قادره اقول لكم جميل قد ايه. يعني لازم تجربوه في البيت يا جماعه. احنا بنجيب النص كيلو، يعني كام واحده، وما بيبقاش والله بالجمال ده، ولا بيبقى زي الزبده كده. بصوا شايفين؟ بصوا استمتعوا بقى. يعني انا اقول لكم، انا يعني بفتح عليه ومش قادره اصبر، عماله اكل. تمام. بجد طعمه زي الزبده. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا جدا. ملحه مظبوط جدا. طبعا لو انت بتحبي الحاجه مالحه زياده عن اللزوم، تقدري تخليهم بدل معلقه ونص معلقتين او معلقتين ونص. لو انت بتحبيه مظبوط جدا، يعني انا عاملاه ان هو مظبوط جدا. عملت حطيت زي ما انتم شايفين معلقه ونص. مسكت نضفت الشويه اللي انا هتغدى بيهم، شويه كده حلوين زي ما انتم شايفين، واعصر عليه ليمون. اما الشويه اللي انا مش هتغدى بيهم هعبيهم تاني في البرطمان بميتهم واحطهم في باب التلاجة. انتي مش هتاكليهم يعني في خلال شهر ولا حاجه، تقدري تصفيهم من الميه، تعبيهم في كيس وتشيلهم في الفريزر. يعني تحتفظي بيه في التلاجة يا تحتفظي بيه في الفريزر، مفيش اي مشكله. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ شويه عيش بقى مع شويه جرجير، وجربوه بالطريقه دي، والف هنا وشفا. بجد هيعجبكم جدا. طريقته سهله وبسيطه ومش مكلف. باي باي.